السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة جايلكم بفيديو جديد ويوم جديد إن شاء الله يعجبكم. معلش أنا اتأخرت عليكم الفترة اللي فاتت دي، مش بنزل فيديوهات، بس أنا عندي مشكلة في القناة فكانت مزعلاني شوية. عايزة منكم كده تدعولي دعوة حلوة إن ربنا يحل المشكلة دي على خير والقناة ترجع زي الأول بإذن الله، عشان أفضل متواصلة معاكم على طول. قمت كده من النوم بقى، لقيت عندي شوية مواعين في الحوض كده من بتوع بالليل على بتوع الفطار، قلت اغسلهم كده معاكم بما اني ما عملتش فيديوهات من زمان. لسه ما اشتركش في القناة يا جماعة، ينزل يشترك ويفعل الجرس ويختار كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. هنا جبت بقى غسلت كده الحوض الاول كده، والحنفية بحب اغسلهم في الاول، والرخامة اللي انا هحط عليها المواعين كده المغسولة. جبت كده شوية بريل وبدأت اغسل برضو الحاجات اللي انا متعودة اغسلها الاول، اللي هي الكوبايات والحاجات الصغيرة. اما الالومنيا والحاجات الكبيرة دي بسيبها للاخر، لاني بغسلها بصابون اللي هو الصابون البلد العادي مش ببريل. وانتوا عارفين طبعا هو المطبخ اساس البيت كله، المطبخ نضيف البيت كله نضيف، حس فيه. وما تقوم بدري كمان كده، الواحد لما يحب يقوم بدري كده بيحس كده براحة نفسية، لما يكون الحاجة خلصانة بدري كده بيبقى قاعد فاضي كده مش ورا اي حاجة. الكوبايات والحاجات دي كلها بتكركب الحوض، تيجي تبصوا في المطبقية اللي على الحوض ما تلاقوش فيها اي حاجة، لان الحاجة لو بتتغسل اول باول مش هتعمل كده. بس طبعا الواحد لما يكون مزاجه وحش او نفسيته تعبانة مش بيجيله نفس يعمل حاجة خالص. طبعا المشكلة اللي في القناة عندي دي مزعلاني ليه بقى، لان انا تعبت في القناة، والناس القريبة مني عارفة انا تعبت قد ايه في القناة دي، وبدأت فيها من الصفر. فالواحد لما يتعب في حاجة كده ويبقى مش شجع فيها، وتيجي حاجة كده مشكلة فيها فبيزعل، لازم بيزعل، لان تحس ان تعبك كله بيروح، مجهودك يعني هي خدت مني وقت كتير. يعني مفيش حد كده بيعمل حاجة وبتيجي مرة واحدة كده تطلع بالسهل، الا اذا تعب فيها واكيد عمل مجهود. فان شاء الله ربنا يحلها وتعدي على خير. انا هنا هجيب بقى المطبقية اللي على الحوض دي، اغسلها كويس كده عشان ما غسلتهاش من زمان، قبل ما ارص فيها الاطباق بقى اللي هحطها فيها. يعني الواحد يكون مزاجه كده حلو شوية، الحمد لله كده إن اللي فيه ناس بتطلع الواحد من الحاجات اللي هي فيها دول يفك شوية، بيبقى متشجع كده ان هو يعمل اي حاجة. بحب اشكر اي حد وقف جنبي الفترة دي في الازمة بتاعتي وكلمني، ولو بكلمة كده بس قالها لي كويسة كده يعني شكرا. انما في ناس طبعا، يعني الحمد لله اللي اتعرفوا في الوقت المناسب كده، اللي انا عرفتهم. طبعا الشدة بتبين الناس، الناس مش بتبان غير في وقت الشدة. الناس الكويسة كده اللي بتحس ان هي بتحبك بجد هي اللي تقف جنبك في وقت الشدة كده وتسأل عليك. انا قربت اخلص بقى الحاجات اللي هي الكوبايات والحاجات الصغيرة دي، مفضلش غير كوبايتين وخلاص. متنسوش بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا تصلوا على النبي وتدعوا له دعوة حلوة كده ان ربنا يحل المشكلة دي على خير، والقناة ترجع زي الاول يا جماعة.
على فكرة انا بصور معاكم الفيديو ده الساعة بالظبط 8. يعني انا قمت بدري في اليوم ده كده، قلقت كده فما نمتش تاني. لقيت الشوط ساعة ما بصيت للمطبخ قلت لا مش هنام تاني، هروق المطبخ كده بدري كده، اخلص شغل بدري واقعد بقى طول اليوم فاضية. خلاص بقى انا شوية الحاجات اللي في الحوض ده هخلصهم وارجع لكم تاني عشان الفيديو ما يطولش عليك. هنا خلاص كنت خلصت بقى وبغسل في الحوض، خلصت المواعين كلها وغسلت كمان المطبية اللي على الحوض وحطيت الحاجة فيها كده على النظافة. هبدأ بقى اشطف الصابون ده بالمية كده ونشف الحوض كويس، ونشوف الجواز كمان نغسله وننضفه، والمطبخ برضو الأرضية بتاعته هنغسلها وننضفها معاكم. حبيت اتشجع معاكم كده، قلت اعمل معاكم فيديو كده تنظيف في المطبخ، حاجة تشجعني كده على من القناة الحل كده اللي فاتت حل. خلاص جبت الكولمن كده الاول، اغير الميه بتاعه الكولمن، هغسله كويس الاول بالصابون برضو واشطفه، وبعدين امليه بقى ميه طبيعيه نضيفه. انا شطفته كويس من بره ومن جوه، انا مسرعه معاكم الفيديو، مبقتش فيه اي اثر للصابون خالص، وفتحت بقى عليه الميه اللي هي الطبيعيه دي حلو، وجبت الازاز كلها برضو فضها كده عشان اغسلها كويس وامليها، الازاز بتاعت العيال اللي هي الصغيره دي، كل واحد ليه ازازه من دول. هنا خلاص الكولمن خلاص اتملي، هشيله بقى وابدا اعمل في الازايز. غسلت الغطا بتاعها كمان كويس واشطفها كمان من بره كده، واشطف اللي بعده. خلصت بقى الازايز والكولمن خلاص خلصته، وكده المواعين كمان خلصتها. نبدأ بقى نيجي على البوتاجاز، هو مش متوسخ قوي بس انا متعودة ان اغسله على طول، معرفش اطبخ عليه حاجة وهو متوسخ كده. اديله غسلة بقى كويسة كده بالسلك والبريل وانشفه، بتحسوا والله لما المطبخ يكون نضيف كده بتتشجعوا ان انتوا تعملوا الحاجة.
هنا بدأت بقى انشف في البوتاجاز من الصابون وانضفه كويس. مخدش معانا وقت خالص، اتلمع وبقى زي الفل. هشيل بقى الفرشة اللي في الأرضية بتاعة المطبخ دي وهديله برضو غسلة كويسة كده. كنت بوريك المواعين كلها ان انا خلصتها كده وظبطتها كده، وحطيت المطبقية برضو نضيفة والحوض اتنضف، ونشفت كمان الرخامة زي ما انتوا شايفينها كمان مفيش عليها مية اهي. وفتحت الشباك بتاع المطبخ كده يهول المطبخ عشان انا همسحه. هنا بقى شلت الفرشة بتاعة المطبخ وكنسته الأول، وجبت بقى شوية كلور كده على شوية برسيل جل كده حلوين بيخلي روحها حلوة للمطبخ، وبدأت أعمله كده بالمقش. ونضف تحت الحوض كمان كويس، وانضفه كده واشطفه شطفة كويسة كده، واغسل المقشة بقى، ويبقى كده خلاص المطبخ بتاعنا خلص ما عادش فيه أي حاجة. مش هندخله بقى غير لما نيجي نعمل الأكل بس. خلاص بقى شطفته من الصابون اللي فيه والكلور وكل حاجة بالمساحة، وخدت المقشة غسلتها كمان وسبتها تتصفى كده على الحوض، وفتحت الشباك كمان شوية كده عشان ينشف. ويبقى كده خلاص غسلت البوتاجاز معاكم والمواعين ولقيت الكولمن والازاز وكده خلصت المطبخ ما عادش فيه اي حاجة. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم بقى، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على الف خير، مع السلامة.